بيان صادر عن عوائل الأسرة وأهالي مدينة درباسية إلى رأي العام المحلي والدولي إلى منظمات الحقوقية والإنسانية. نحن عوائل الأسرة وأهالي مدينة درباسية نعلن بعلى صوتنا رفضنا القاطع لاستمرار احتجاز أبنائنا في سجون ما يسمى بالحكومة المؤقتة، ونؤكد أن الصمت على معاناتهم لم يعد مقبولا، وأن قضيتهم باتت قضية الكرامة ووجود. إن أبناؤنا لم يكونوا مجرمين، بل كانوا في طليعة مدافعين عن مدنهم وشعبهم، ووقفوا بكل مسائل وفي وجه الأخطار دفاعا عن الأرض والكرامة، وأن اعتقالهم اليوم هو الظلم فاضح وتنكر تضحياتهم، كما أن ما كشفه الشبان الذين أفرج عنهم مؤخرا ما تعرض الأسرى للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية داخل السجون يشكل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل قوانين والمواثيق الدولية، ولا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. وإلى جانب المعاناة الأسرى نؤكد أن قضية الشهداء لا تقل أهمية وخطورة، حيث نطالب بشكل واضح وصريح بتسليم جسامين الشهداء إلى ذويهم فورا ودون أي شروط. إن للشهداء قديسة ورمزية عظيمة، وهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فهم يمثلون كرامة للشعوب وتضحياتهم، ولا يمكن القبول بالمساواة عليهم أو احتجاز جسامينهم تحت أي ذريعة. وعليه نؤكد المطالبة التالية: إفراج فوري وغير مشروط عن جميع الأسرى، وقف كافة أشكال تعذيب وانتهاك داخل السجون فورا، فتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات مرتكبة بحق الأسرة، تمكين المنظمات الدولية من زيارة السجون واطلاع على أوضاع المعتقلين، تسليم جسامين الشهداء إلى عوائلهم فورا، واحترام قدساتهم وكرامتهم. إننا نحمل الجهات المسؤولية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة أبنائنا، ونؤكد أن الاستمرار هذا انتهاكات لن يؤدي إلا إلى تصعيد الغضب الشعبي. لن نصمت بعد اليوم ولن نتراجع عن حقوقنا المشروعة. الأسرة أمانة في عناقنا، والشهداء خط أحمر لا مساواة عليهم. الحرية للأسرة والكرامة للشهداء. عوائل الأسرة وأهالي مدينة درباسية. أم الشهيدة إخوات خوازن، أم شهيدة إخوات خوازن، أم هسيرة إخوات خوازن، أم هسيرة إخوات خوازن، أم شهيدة إخوات خوازن، أم شهيدة إخوات خوازن.